طالب ثالثه ثانوي، تعالى اقول لك على حاجه مهمه طالما انت فاضي كده في الفيزيكس. بص كده وركز معايا. في فرق ما بين الفيزيكس والماس. الماس او الرياضه انت بتعوض في قوانين وتطلع زي ما تطلع وخلاص مالكش دعوه. انما الفيزيكس لا، لازم تفهم اللي طلع ده منطقي ولا مش منطقي، وهل هو يعني مفهوم ولا مش مفهوم. فعشان كده قانون مثلا زي ده قانون اوم انت عارف قانون بسيط خالص، الاي بتساوي في على ار او في بتساوي اي ار، كلهم بيشتقوا من قانون واحد. طيب عايزين نفهم بقى القانون ده، انت ده العلاقه بتاعته. انما فهمك للقانون ده اهم من ان انت تحفظ القانون. طيب نفهم القانون ازاي؟ مبدئيا كده الاي دايركتلي مع الفي، يعني كل ما الفي زادت تناسب طردي، كل ما الفي زادت الاي زادت. ده معناه ايه؟ تحاول تفهم بقى، دي الطريقه اللي انت تذاكر بيها. البطاريه دي لو انا شلتها وحطيت بطاريه اكبر، ايه اللي يحصل؟ الاي يزيد عند ثبوت الار، لازم الطرف الحاجه الثالثه تثبت. طيب كلام جميل جدا. طيب العلاقه بين الاي والار علاقه عكسيه، انفيرسلي بروبوشن. ده معناه ايه؟ ان انا لو شلت الار دي وحطيت ار اكبر، فده معناه ان الاي هتقل، الاي اللي هتمر هنا هتبقى قليله، لان علاقه عكسيه. طيب كلام جميل جدا. طيب نيجي بقى نفس القانون نشتق منه القانون ده، ان الار بتساوي الفي على اي. هل اقدر اطبق نفس اللي قلته هنا اطبقه على هنا؟ لا. لو الرياضه تعرف تطبقه، لو مساله عاديه خلاص تعرف تطبقها، انما كريليشن علاقات لا ما تقدرش تطبقها. يعني ايه؟ يعني هل معنى ان انا شلت البطاريه دي وحطيت بطاريه اكبر الار تزيد؟ لا. ليه؟ لان البطاريه دي مهما زادت مهما قلت المقاومه مش هيحصل لها حاجه. المقاومه دي مقاومه، ممكن تبقى لمضه، ممكن تبقى جاز، وممكن تبقى مقاومه حته بتاعه كده. طيب ايه اللي هيغيرها دي؟ هل هي زادت طولها؟ هل زادت مساحه؟ ما زادتش. الجهد مهما يزيد هي مش هتزيد ولا تقل، فهي ثابته. طيب فهيجي لك سؤال يقول لك لو البوتنشال او الجهد مثلا زاد للضعف، ايه اللي يحصل للمقاومه؟ هتقول له ريمين كونستانت، ثابته مش هيحصل لها حاجه. ليه؟ لانها ما بتعتمدش اصلا على الايه؟ على البطاريه. طيب نفس الكلام لو الاي زادت، لو التيار ده زاد، هيقول لي زاد ازاي؟ يبقى لازم البطاريه تزيد. بغض النظر ممكن في طريقه ثانيه نزود التيار من غير ما نزود البطاريه، هتاخدها في ايه؟ شابتر 2. طيب في الطريقه دي لو انا زودت الاي هل الار تزيد؟ لا برضو ما تزيدش. الار لا بتعتمد على الفي ولا بتعتمد على الاي. امال ايه الحكايه؟ الار دي ممكن تحسبها كمره واحده. يعني ايه؟ يعني انت معاك الفي ومعاك الاي تقدر تجيب منهم الار وانت مغمض، لكن كعلاقه لو دي زادت دي تزيد لا. فاهم الفكره؟ يبقى ايه العلاقه بينهم؟ مفيش علاقه. انما كقانون اقدر اربطهم ببعض، اقدر اربطهم ببعض واقدر احسب منهم الار كرياضه. تمام؟ انما مفيش علاقه، مش من معنى انا زودت الفي الار تزيد. طيب تعالى بقى هنا الفي، هل لو انا زودت الار الفي تزيد؟ لو انا زودت الار اللي هنا الفي تزيد؟ لا ما تزيدش. ازاي؟ لان البطاريه هي نفس البطاريه ليها جهد معين بتطلعه. طب ما ايه اللي هيحصل؟ انت لو زودت الار هترجع للقانون ده هتلاقي الاي قلت، بحيث ان الفي دايما هتبقى ثابته. ما هو ده يعني القانون ده، الار زادت الفي ما بتزيدش، الفي ثابته. طيب لو انا ثبت الار وزودت الاي، ثبت الار وزودت الاي، الفي تزيد؟ الفي تزيد. في الحاله دي الفي تزيد. طب ازاي هزود الار؟ يعني الار ثابته، ايه اللي هيخلي الاي تزيد؟ ما قلت لك دي هتاخدها بعد كده في شابتر 2 الفصل الثاني، ازاي نقدر نزود الاي من غير ما نلعب في البطاريه. ازاي حاجه عفريت كده؟ هنفهمها كده في المجال المغناطيسي. تمام؟ فهي دي اللي انا عايز افهمك. انت لما تيجي معاك اي قانون، يجي لك اي قانون في الفيزيك تيجي لك تفكر فيه بالطريقه دي، تبص الاول يعني اول قانون يجي لك وقف نفهم القانون ده، القانون ده بيقول ايه؟ نفهمه. لو انا لعبت في دي ايه اللي يحصل لده؟ طب لو لعبت في ده ايه اللي يحصل لده؟ في كل القوانين لكل القوانين بتاعته، وتشوف الاول ايه العلاقه. لو انا زودت ده ايه اللي يحصل لده؟ لو زودت ده ايه اللي يحصل لده؟ هل هيبقى ثابت؟ هل هيزيد؟ هل هيقل؟ ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ دي دايما تفكر بالطريقه دي قبل ما تخش في الحسابات وقبل ما تخش في اي حاجه. لازم تفهم القانون بيقول ايه، تفهمه كفيزيكس، تفهمه كفيزياء. انما كرياضه تحل مسائل وخلاص كده من غير ما تفهم، خلاص انت كده في سؤال في الامتحان يجي لك يعتمد على الفهم، شكرا انت كده ايه؟ السؤال ده ضاع منك. تمام؟ وبس يا سيدي، هي دي الفيزيكس.